السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الإخوان والأخوات المشاهدين المشاهدات، نتمنى لكم إن شاء الله الصحة والسلامة ورمضان كريم لا فقيد ولا مفقود بطول العمر. إن شاء الله تصوموا وتعودوا كل عام إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة. اليوم إن شاء الله جيت البنات والإخوان والأخوات المشاهدين، جيت إن شاء الله نشارك معكم نسلطر. قلت علاش لا ما نشاركش مع المشاهدين ديالي اللي متابعيني دائما كيبغيو الجديد، دائما تيقولوا لي تعطلتي شحال اللي ما بقيتيش حطيتينا فيديوهات، وكنشكرهم من هذا الفيديو. المهم عندي هنايا هادو هما المقادير اللي عندي: نص كيلو ديال الدقيق، وعندي نص كيلو ديال الدقيق اللي غربلته، وعندي هنا البنات صفار ديال البيضه، وعندي الخل، وعندي هنايا الخميره معلقه، وعندي 2 معالق ديال الزبده اللي ذوبتهم تولوا بحال الزيت، وعندي كاس الماء وكاس ما زهر، ومعلقه كبيره ديال القرفه، وقبيصه الملحه، وعندي هنا حبه حلاوه والنافع اللي غادي نكب عليهم الماء ونغليهم واحد شويه، وعندي الزيت طبعا. ها هي غندير 4 المعالق حتى هي منها باش كتجي العجينه طريه والمذاق مقرمش. المهم نتوما البنات، عندي هنايا ديك البقايا اللي بقات لي ما كتشدش فيها الطحانه، ما غاديش نرميوها، تقدروا تلحوها في الخبز، تقدروا ديروها في حريشات، تقدروا. المهم وانا قلت علاش لا، عوض ما نبقى عاد نغربل وعاد نقي ونغربل ونطحن، زيتها زدت عليه شويه النافع حبوب وشويه حبه حلاوه اللي بقاو عندي شويه قليلين، وعقبت درت عليهم كاس ديال الماء، وغادي نشعل عليها البوطه حتى كتغلى، تجيب الغليه، وغادي نصفيها ونخليها حتى كتبرد. ما غاديش نديرها دابا، راكم عارفين ميمكنش نعجن بالماء طيب. وهنايا غادي نبدا ندير في المقادير بين ما تصايب ليا سميتو النكهه ديال حبه حلاوه والنافع. غادي ندير الخميره، الصفار ديال البيضه، نزيدهم على الدقيق، وغادي نزيد شويه بشويه كل حاجه بوحدها. هانتوما عندي هنا 2 معالق عفوا ديال الزبده دايبين، وعندي هنايا الكاس اللي عبرت به غنحيدو ديال الماء تنعاود نعمر، نقدر نحتاج شويه الماء اخر. عندي هنا قبصه ديال الملحه ضروري منها، وعندي هنايا غندير معلقه ولا 2 ديال الخل. انا غادي ندير معلقه ديال الخل حيت الحال بدا كيسخن، وإلا كثرتي راه تقدري الا كثرتي المهم اللي بغى يدير كيلو راه غيضاعف، غادي تدوبلو المقادير. وهنا 4 المعالق الزيت النباتيه هي اللي كتخلي العجينه هشيشه وكتجيبها طريه، هي والخل وديك الزبده هما اللي كيعطيو ديك التقرميشه للعجينه، كتجي بحال ورقه الفيلو. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو غادي ينال الاعجاب ديالكم، غير ديروا المقادير كيف ما شفتوا في الفيديو مضبوطين. وعندي معلقه هنا ديال القرفه اللي غادي نغربلها، واخا نغربلها باش نحيد من ديك الحبيبات، باش منين نكون كنورق ما تقطعش ليا العجينه. هادشي علاش حبه حلاوه والنافع درتهم غنغليهم، لحقاش دوك الحبيبات ديالهم كيقطعوا العجينه. من الاحسن تغليهم، والماء ديالهم تعجني به، تزيدي عليه ما زهر وتعجني به. المهم غنخلط هاد المقادير اللي عندي كلهم حتى كيتخلط كلشي، وغادي نعجن بما زهر، وغادي نزيد عندي كاس ديال ما زهر غادي نجمع به العجينه، وعاد غندير كاس بعد ما صفيتو غيكون برد، وغادي نعجن به. يكون واخا يكون بقى دافي ماشي مشكل، على حسب الجو. دابا الجو ما هو سخون ما هو بارد، راكم عارفين مارس كيكون الجو زوين. ها هو الكاس صفيتو برد، وغادي نعجن بما زهر هو الاول، وعاد غادي نزيد. اللي بغات دير الفاني، انا ما كنبغيش نكثر النكهات بزاف، باش اي نكهه كتخلي بلاصتها. حيت الا درت الفاني ودرت ما زهر وعاد حبه حلاوه والنافع، يعني بحال كثرت ما تبقى تا نكهه ما انت كتاكلي وما كتعرفي حتى المذاق ديال حتى شي وحده فيهم. اما حبه حلاوه وما زهر كيتواتاو كيجيو زوينين، وحتى الفاني وما زهر بوحدهم كيجيو زوينين، ولكن باش تخلطيهم بثلاثه انا كنقول من الاحسن غير 2 ما زهر ضروري منه. هانتوما غادي نبقى نعجن، واللي بغات دير زعفران شعره، اللي بغات اللون راه تقدر دير زعفران شعره حتى هو تبيتو في المزهر ولا في الماء حتى كيطلق داك اللون ديالو، وديريه ولا معلقه الخرقوم البلدي مشطه. المهم غادي نستمر هكا نجمع العجينه ديالي. غادي يخصني الماء، غادي نزيد من الماء العادي ديال الربوني اللي دافي مقاد العادي باش نجمع العجينه ديالي. ها هو اللي كيف ما شفتوا. ونتمنى ان شاء الله البنات غتجربوا هاد الطريقه ديالي، راه غادي تعجبكم، غتوليو فين ما يوصل رمضان ولا شي مناسبه. حنا هاد المعسلات كنديرهم حتى ملي كتصبح العروسه، كنديرهم مع الحريره كيجيو جد رائعين. ملي ما كيكونش بنادم بزاف واللي في الاستطاع ديالو ماشي كلشي بصح، ولكن
المهم حنا عندنا تما في بني ملال معروفين مع الصباح ملي كنديروا الحريرة مع نهار صباح العروسة، صافي كنديروا معاها ضروري الشباكية ولا هاد نسال الطير، ولاو كيديروها حتى مع الحلويات كتجي جد رائعة. المهم انا غادي نبقى مستمرة هكا، جمعت العجينة ديالي، اللي عنده الوقت غيخليها ترتاح. انا مع عندي غير ديك الصبحيه كيكونوا الدراري في المدرسه، كنبغي نستغل الوقت. راكم عارفين كيكونوا الدراري ميمكنش تشقي هكا وتمشي تاني هكا وتعطيهم ياكلوا، كيكونوا الوليدات في المدرسه كتقدر تشقي في راحتك. المهم انا غادي نخدمها في نهارها ان شاء الله بحول الله. صافي هنا غادي نبدا نقطع فيها بحال شكل بيضات بحال المندارينه. المهم بحال بغيت نصايب الرفيسه قد هكاك باش تفهموني مزيان. واللي عندها المقلمه اكبر راه المهم عينها ميزانه، ملي غتكون تورقها راه خصها تكون هي كتورق فيها فوق الرخامه ولا في القصريه ولا شي حاجه، راه كيبدا يبان لك، كتبان لك شفافه رقيقه. درت المقله ديالي هنا على نار هادئه متوسطه عفوا، باش منين نبدا اللوحه غادي ننزل العافيه تكون ناقصه، باش بلا ما تحمر ما تحرق ما والو، غير غتعطي غير غتنشف من هنا ونقلبها من هنا. سريعه في الخبيز ديالها، ما فيهاش في الطياب ديالها، ما كتاخذش الوقت نهائيا، يعني غير شويه الوقت فاش كتبداي تورقي وصافي. هي الصراحه راه ساهله، ما فيهاش تماره، ما فيها حتى شي حاجه، فيهاش المقادير بزاف، كتجي جد رائعه. جربوها البنات وخليو لي كومونتيرات تعاليق زوينين، قولوا لي راه حنا جربتها واش صدقات ليا زوينه. انا راه صراحه كل عام كنديرها كتعجبني، وحتى ولادي كياكلوها اكثر من الشباكيه، عزيزه عليهم الشباكيه، ولكن هذه حتى هي كتعجبهم ديك التقرميشه اللي فيها. كتجي بحال ورق الفيلو، بحال شديتي ورق الفيلو وبرمتيه لففتيه وسميتو. المهم جربت معكم هنايا جوجات، هانتوما كيف ما كتشوفوا، شفتوا غير كطيب من هاد الوجه كنقلبوها صافي. بقيت مستمره هكاك حتى كملت الخبيز ديالي. واللي بغات راه تقدر دير ورقه تلقها بمايزينا ودير حتى 5 6 وتخبزهم، ودير وحده فوق وحده وتلقهم بالدلاك وتخبزهم، ومن بعد تبدا تفرق فيهم كيجيو بحال داك الخبز طاكوس بحال هكا كيجي. انا هذا جاني رقيق على الطاكوس، كيجي جد رائع. صافي ودابا غادي نوريكم الطريقه الثانيه ديال سميتو. عندي هنا الدقيق ضاربه شويه البوله داك الارو شويه الضو ديالها ابيض جا باين الدقيق ما تيبانش، خلطو شويه خاطر بحال بغيت ندور الحريره. هنايا السر كاين فهاد هاد اللفه، نبداو نلفو فيها بحال هكا، بعدا كنحط وحده فوق وحده وفي النص الدائره ديال الاخرى ماشي فوقها نيشان كيف ما كتشوف في الفيديو. وكنكون مخلطه الدقيق باش غنسد باش ما تحلش ليا. من الاحسن البنات ديروا الدقيق لحقاش البيض راه كيسدوا به البنات كيدير كشكوشه في القليان. وصافي هكا كديري كتستمري وحده فوق وحده. ها نتوما كيف ما كتشوفوا في النصف دائره ديال الاخرى كنحط النص ديالها هكذا، وكتخلي ديك التلفيفه مفخفخه ماشي مزيره، باش ملي تقليها كتجي جد رائعه. كتدخل ليها الزيت كطيب ورقه ورقه، ماشي بحال ما كتلفيها وتزيري ليها اللفه ديالها. كتجي في الطياب كتجي مقاسحه وكتجي مزيره، وتا ديك التقرميشه ما كتكونش. ملي كيدخل العسل تقدر دوز يومين وتولي لك بحال العجينه كتبقى لك رطبه. بعد ما لففتها هاد الثلاثه الحبات قلت غادي نشارك معكم التقطيعه، عاد نبدا نكمل. هانتوما كيف ما كتشوفوا المقص كيكون غليظ باش كتحكمي في التقطيعه، ماشي المقيسات يكونوا صغيورين. خلاص ديال الكوزينه راكم عارفين. صافي والسده نسدوها مزيان باش ملي تقليها ما تحلش. هانتوما كيف ما كتشوفوا، شتي ملي كتبان لي شي وحيده شي حبيبه دايره كنعاود نهز الدقيق ونبقى نسد. انا بعد ما كملت كل شيء راه كتخرج تبارك الله الخير والبركه. نص كيلو راه يعني راه تيخرج منها شي كيلو ونص ولا جوج فاش كتقلى وكتهز العسل وكتنفخ. هذا هو الشكل ديالها فاش بديت كنقليها. هانتوما كيف ما كتشوفوا العافيه راه غاديه مهيله، ماشي مجهده بزاف، ماشي ناقصه حتى الارض، متوسطه. انا من بعد ما قليت دايره في العسل تنخليها حتى كتشرب العسل. بين ما كطيب الاخرى عاد كنهزها من العسل، ملي كطيب الاخرى كنهزها ديك من العسل، عاد كنحيد الاخرى ثاني نديرها في العسل نيت. هانتوما كيف ما كتشوفوا كيجيو في هذوك البويقات كتجي هازه العسل مقرمشه طيبه مزيان. ملي كديريها تحت راسك كتنطغي كتحسي بديك التقرميشه بحال قلت لكم صايبه بورقه الفيلو، هي راه غير ورقه الدار كتجي جد رائعه. نتمنى من الله ان شاء الله غادي تجربوها، غادي تبقاو دائما معتمدين على في كل رمضان ان شاء الله.
ونتمنى ان شاء الله غادي تنال الاعجاب ديالكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال نسال الطير، كتجي جد رائعه مقرمشه وكتخرج تبارك الله. وشكرا لكم، ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو غادي يعجبكم، وشاركوا مع الاهل والاحباب باش دائما يوصلكم جديد. واللي تفرجت في الفيديو تخلي لي لايك، وشكرا لها بكم باش دائما كنفكروا نديروا لكم فيديوهات جداد ووصفات جداد. وشكرا للمتابعين المتتبعين ديالي والمتتبعات ونتمنى ان شاء الله يدخلوا عندي ناس اخرين جدادين ان شاء الله للقناه، علاش لا. وشكرا لكم، ونتخليكم ان شاء الله جربوها وخليو لي كومونتير في الفيديو. والى اللقاء، مع السلامه، وعشركم مبارك ان شاء الله، ورمضان كريم.